بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده يعني هيكون آخر فيديو في السنة بتاعة 2024. وبمناسبة هذه السنة يعني أنا دايما بحب أسأل نفسي، أو يعني أسأل اللي حواليا لو أقدر، إيه هي الحاجة اللي عملتها وما عجبتنيش وليه. آمم، أنا الحقيقة ما عملتش حاجة، هي الظروف اللي حواليّا، إنه الحزن والحروب والحاجات اللي زي كده، طبعًا ديّة بتأثّر ودي مش في إيدي. مثلًا الموضوع بتاع إنه يبنوا مجسّم للكعبة في الرياض ويطوفوا حواليه وهُم مش لابسين، برضه ده مش في إيدي. آمم الحُجّاج المصريين منظرهم وهُم مقعّدينهم على الرصيف زي مساجين الحرب بالضبط، بلبس الإحرام بعد ما اتنصب عليهم، ده مش في إيدي، ولكن ربنا يهدي الجميع. دلوقتي بيقولوا إن هُم اتقبضوا على 17 شركة نصب يعني للحكاية دي للسنة الجديدة، وربنا يعني إن شاء الله بإذن الله يخلّيهم يقبضوا عليهم. وإنما بقى أجمل المواقف، مش هنبقى كلّها نكد يعني كده، أجمل المواقف هي تحرير المساجين في سوريا، وإن شاء الله بإذن الله يحرروا جميع المساجين في جميع أنحاء العالم، لأن طبعًا في مساجين في جميع أنحاء العالم. وبعدين من الحاجات برضه الكويسة اللي حصلت، إنه أنا الحمد لله أخيرًا وبعد سنتين عرفت بالضبط أنا عندي إيه، وبدأت في العلاج وربنا يشفي. كمان ابني كان عمل عملية كبيرة، حادثة كبيرة على الطريق السريع هنا يعني. اتعور جامد، بس ربنا الحمد لله كرمه، المستشفى كانت قدام المخرج بتاع الطريق السريع على طول، فالمستشفى شافوا الحادثة وجابوه ودخلوه على طول من غير ضياع وقت يعني. والحمد لله، الحمد لله ما زال بيتعالج بس الحمد لله. يعني الخلاصة بقى إيه؟ الخلاصة إنه يعني أرجوك تفائل، أرجوك تفائل، لإنه يعني مش هتستفيد حاجة لو أنت اكتئبت، ولو أنت مش عايز تكتئب انزل امشي، اتحرك، امشي. لمّا هتمشي جسمك هيفرز المواد الكيميائية اللي بتحفز على السعادة يعني. فأرجوك اشرب الحاجات اللي بتساعد على السعادة وامشي وحرّك نفسك، وكل سنة وإحنا جميعًا بخير وربنا يهدينا جميعًا.